بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله. في الحقيقة يا إخوة، ورقة البحث هذه أو العنوان هذا كان عنوانا كبيرا لا تكفيه 20 دقيقة ولا يكفيه يوما كاملا. فنحن نتكلم عن صراع بين الإسلام وبين اليهود، ونتكلم عن سنوات من الصراع، ونتكلم عن مسيرة كاملة وتدرج من الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم حتى نصل إلى تحرير القدس. فهو موضوع طويل، ولكن حاولت أن أختصر به وأركز على بعض النقاط المهمة في هذا الشيء. فأبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو رواية عن ذي الأصابع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن ابتلينا بعدك بالبقاء أين تأمرنا؟ فقال: عليك ببيت المقدس فلعله ينشأ لك ذرية يغدون إلى ذاك المسجد ويروحون. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: البيت المقدس بنته الأنبياء، ما فيه موضع شبر إلا وقد صلى فيه نبي أو قام فيه ملك. في كلمتي هذه أود أن أتكلم بتفصيل مختصر في محورين أساسيين. المحور الأول مكانة القدس لدى الديانات السابقة بشكل مختصر، ومنزلتها لدى المسلمين، ثم استراتيجية النبي عليه الصلاة والسلام نحو القدس. ولا بد أن نمهد لنفند كذب اليهود في أحقيتهم في أرض القدس وفي المقدس، وهذا يكون بالرجوع إلى التاريخ. فإن علماء الآثار والباحثين والمؤرخين قد اكتشفوا أن أول من سكن واستقر وبنى الأبنية في فلسطين هم الكنعانيون، واستقروا في سهول فلسطين. وكذلك اليبوسيون وهم من قبائل كنعان، فقد سكنوا منطقة القدس وعمروها، والفينيقيون والعموريون وسكنوا في جبال فلسطين. هؤلاء هم من سكن فلسطين وبدأ فيها الحضارة، وليس اليهود. فهم يقولون بأن لهم حقا تاريخيا فيها، وأنهم يريدون أن يستعيدوا أرضهم وأرض أجدادهم، ولكنهم قد جاءوا بعد الكنعانيين، ونحن نعلم بأنهم هاجروا من أرض فلسطين هجرة كاملة أكثر من مرة. فلذلك لا حق لهم في أن يطالبوا بهذه الأرض بزعمهم أنها أرض الأجداد وهي مكانهم، فهذا ادعاء غير صحيح. وباعتقادي أن القدس أو أرض الكنعانيين كما كانت تسمى سابقا قد أصبحت مقدسة بعد أن ألهم الله عز وجل نبينا إبراهيم عليه السلام بأن يهاجر إلى فلسطين، فهاجر إليها مع أخيه لوط واستقر فيها. فقد قال تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فقد كانت أرضا مباركة ثم أصبحت أرضا مقدسة بوجود إبراهيم عليه السلام، هاجر إليها وولد فيها الأنبياء، ومنهم من مات فيها من الأنبياء، وانطلقت من هناك الدعوة إلى توحيد الله، وصار فيها أكثر الديانات الإبراهيمية قوة هي اليهودية والمسيحية والإسلام. وهناك تعقيب بسيط أيضا أو توضيح بسيط: يجب أن نعلم أن القدس قد تعرضت للتدمير مرتين، وحوصرت 23 مرة، وهوجمت 52 مرة، وتم غزوها وفقدانها مجددا 44 مرة. وكل هذه الصراعات وكل هذه الحروب كانت ذات طابع ديني عقائدي، وليس صراعا للأرض، إنما
للدين والعقيدة. هذا يشير إلى أهمية هذه المنطقة جغرافيا وإشارة إلى قدسيتها عند اتباع الديانات الإبراهيمية. يقول البروفيسور مصطفى مسلم يرحمه الله في مقدمة كتابه معالم قرآنية في الصراع مع اليهود: إن الصراع مع اليهود والمسلمين سيبقى إلى يوم القيامة، وكلما خمدت جذوة الصراع في منطقة أو في عصر من العصور سيتجدد في مكان آخر وفي أزمنة متلاحقة وفي صور شتى إلى أن تكون الملاحم والمعارك الفاصلة قبيل قيام الساعة، حتى يقاتل المسلمون اليهود فينادي الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله إن خلفي يهوديا فتعالى فاقتله. ويقول رحمه الله: إن قضية الصراع بين اليهود والمسلمين صراع ممتد إلى قيام الساعة، وسنة الله التدافع بين هاتين الحضارتين، وهي بارزة لا تخفى على من تتبع آيات القرآن الكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا المحور الأول في مسألة منزلة مكانة القدس وعند الديانات. المحور الثاني استراتيجية النبي عليه الصلاة والسلام نحو القدس، وأستطيع أن أقسمها بمرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى هي مرحلة التهيئة والتحضير النفسي قبل الذهاب إلى فتح القدس، والمرحلة الثانية هي مرحلة التخطيط والتنفيذ العملي. فالمرحلة التهيئة والتحضير النفسي أجملها ب6 خطوات باختصار. فالخطوة الأولى: المسجد الأقصى هو القبلة الأولى التي توجه إليها الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته لكم؟ لأكثر من 14 سنة. توجه الرسول صلى الله عليه وسلم في قبلته للصلاة لأكثر من 14 سنة، فقد صلى نحو المقدل أكثر مما صلى نحو الكعبة المشرفة. قد صلى فترة طويلة نحو البيت المقدس، ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إلى نهاية الآية. صدق الله الكريم. وهذه السورة هي سورة مكية من أوائل السور التي نزلت في بداية البعث، وكانت قبلته وقتها باتجاه بيت المقدس، والصحابة أيضا صلوا باتجاه بيت المقدس من ذاك الوقت، فهي أكثر من 14 سنة. فهذا شيء استعداد نفسي روحاني تمام باتجاه بيت المقدس. فقد كانت الصلاة نحو بيت المقدس هي من أهم خطوات ربط المسلمين ببيت المقدس وترسيخ الشعور الروحي تجاهه وترسيخ علاقة دينية مقدسة، إذ صارت هذه البقعة مركزية في حياة المسلمين، ثم لتكون من أهم الدوافع لتوجه المسلمين ورغبتهم في فتح المدينة المقدسة أو بيت المقدس. رحلة الإسراء والمعراج هذا الأمر الثاني، هي إحدى أهم الأحداث في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى واجتمع فيه مع الأنبياء السابقين وصلى فيهم إماما، كان ذلك إعلانا وتوضيحا للفترة القادمة، وهذه الفترة هي انتقال القيادة إليه باعتباره الوارث الأخير لمكتسبات الأنبياء والرسل، وخاتم للأنبياء المرسلين، وقائدا للبشرية جمعاء. فقد كانت هذه المرحلة مرحلة فارقة في تكوين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بدأ بمرحلة جديدة مباشرة بعد رحلة الإسراء، وهي التخطيط العملي للمرحلة القادمة. فقد بدأ عهدا جديدا في نشر رسالته تتمثل ببناء دولة تمثل قوة المسلمين. فقد كانت الخط الفاصل بين مرحلة الابتلاء ومرحلة النصر والتمكين والتوسع. النقطة الثالثة: فقد أشار القرآن الكريم لأهمية وقدسية وبركة بيت المقدس، إما تصريحا
أو تلميحا في عدة آيات وسور، منها قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها. الأمر الخامس في موضوع الاستراتيجية التي تحضير النفسي، تعزيز الرابط بين المسلمين وبين بيت المقدس في وقت مبكر من البعثة النبوية. في رواية الترمذي عن عروة بن الزبير أن نيار بن مكرم الأسلمي قال: لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب. وفي ذلك قوله: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء، فيفرح المؤمنون بأن انتصر أهل الكتاب على الفرس المجوس. سادسا، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرة. هذه يا أخوة فيها دلالة قوية على تحضير النفس وتحضير المسلمين لهذا. متى ذهبت هذه الرسالة؟ متى أرسلت هذه الرسالة؟ في السنة السادسة للهجرة. ما زالت مكة بيد المشركين، وأغلب الأماكن ما حول النبي صلى الله عليه وسلم لم تتحرر ولم يأتيها الفتح، ومع ذلك أرسل الرسالة، إنما هو رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم وتبشيرا للمسلمين وتهيئتهم نفسيا لهذا الأمر. والدليل على ذلك بأن هذه الرسالة وصلت، قال هرقل: سيملك محمد موضع قدمي هاتين. هذا تحضير نفسي للمسلمين لفتح بيت المقدس. فإذا هو أمر عقائدي وليس أمر امتلاك أرض. المرحلة الثانية من الاستراتيجية هي مرحلة التخطيط العملي والتطبيق العملي، ونستطيع أن نجمل ذلك في بعض النقاط، 3 نقاط أساسية. فكان النقطة الأولى الإقطاعات والمنح. الرسول صلى الله عليه وسلم أقطع أراضٍ في بلاد الشام وهي تحت حكم الروم، وأقطع أراضٍ في بيت المقدس في الخليل وهو ما زال في المدينة. هذه دلالة وبشارة للمسلمين وتوجيه لهم للذهاب والتوجه إلى بيت المقدس. فقد أقطع أرضا لأبي ثعلبة الخشني، وأقطع أرضا لبني جفال، وأقطع أرضا لتميم الداري، وهذا بيان لسلطته على ما سيكون باعتبار ما سيكون لاحقا إن شاء الله. الأمر الثاني المعاهدات الخارجية. فقد أبرم النبي عليه الصلاة والسلام الكثير من المعاهدات واتفاقيات الصلح، ومما يهمنا فيها في موضوعنا ما هو متجه باتجاه القدس، وهي كانت 3 اتفاقيات كانت دليلا واضحا على استراتيجية وتمهيد النبي صلى الله عليه وسلم لفتح بيت المقدس. فقد كانت هذه الاتفاقيات لمناطق محيطة بالقدس. المعاهدة الأولى مع أهل إيلة، والمعاهدة الثانية مع أهل مقنى، والمعاهدة الثالثة مع أهل أذرح. فكانوا 2 منهم تابعة لليهود وواحدة منهم للنصارى، وهي كانت في مواقع استراتيجية تصل جزيرة العربية في بيت المقدس. الأمر الثالث التحركات العسكرية. فقد كانت هناك الكثير من الحملات والمعارك
العسكرية التي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم متجهة باتجاه بيت المقدس والمنطقة المحيطة بها من بلاد الشام. فبعد معاركه لتأمين مكة وكسر شوكة المشركين توجه باتجاه بيت المقدس، وقد كانت عمليات عسكرية صغرى وعمليات كبرى. فكانت الصغرى على شكل سرايا استطلاعية ومعارك صغيرة، وكان غرض منها إما إزالة الخطر، وإما بالمدينة المنورة، أو إزالة خطر يتعرض له جيش المسلمين، مثل سرية حسمة وسرية أم القرى وسرية دومة. وهناك العمليات الكبرى التي من الواضح فيها هو التمهيد الكامل لفتح بيت المقدس، مثل غزوة خيبر ومعركة مؤتة وغزوة تبوك. إن المتفكر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والمتأمل في سيرته سيجد أن الله عز وجل عندما كلف نبينا عليه الصلاة والسلام الدعوة لتوحيده ونشر الدين الإسلامي، كان ذلك إتماما وإكمالا لما كلف به الأنبياء السابق، وتمام الكمال في قيادته للعالم أن يحرر ويفتح مكانين أساسيين: البيت العتيق والمسجد الأقصى. وقد طبق ذلك عليه الصلاة والسلام قوليا وعمليا، فحرر البيت الحرام وجهز صحابته نفسيا وعقائديا وعمليا لتحرير البيت المقدس. وهذا ما حدث بالفعل، وقد حرره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العام 5 الهجري، وكان معروفا بالقوة والشجاعة والجدية في اتباع النهج النبوي الرباني. وهذا أكبر دليل على أن نبي الهدى عليه الصلاة والسلام قد ترك في أمته من بعده كل المقومات لقيادة العالم. طيب، سأختصر لأن باقي لي 3 دقائق. أقول: والله ولي التوفيق فيما يخص في حماس ومعاركهم. فوالله يا جماعة، إن لم تفتح المعارك، إن لم يفتح حماس المعارك، لشككنا في صدقهم وفي نيتهم. فهذا الوقت ما قاموا فيه وقت عصيب، ووقت الخنوع والخذلان من أغلب حكام بلاد الإسلام، وهو الذي عملوه لا شيء يذكر في التاريخ، وهو الدليل الواضح البين على أن الطريق الذي أرشدنا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام ما زال ماضيا وواضحا لدى المخلصين. ونبشركم أخوتي الأفاضل بأن في سوريا ماضون في هذا الطريق على نهج محمد عليه الصلاة والسلام. لا يضرنا من خذلنا، ولا يضرنا من تحالف مع النصارى، ولا يضرنا من تحالف مع المجوس المجرمين. فالثورة السورية ماضية، وإن شاء الله إلى التحرير بإذن الله. لن نقف. المعارك ساعات وساعات، قد نهزم حينا وقد ننتصر حينا، وقد تتوقف هذه المعارك مرات، ولكن معارك الفكر ومعارك العقيدة ومعارك المدارس والعلم ما زالت مستمرة. وأبشركم، نحن في سوريا زادت المدارس الشرعية، وزادت الجامعات، وزادت حلق العلم، وما زلنا على الجهاد. ولا يهمكم ما يشاع أو ما يشاع لأغراض وفكر ينشرونه لدى المجتمع بأن والله الثورة السورية صارت هي معارك داخلية وصارت مثلا حرب داخلية. لا والله، الثورة السورية ثورة صادقة. نحن نقاتل في سوريا وأعيننا باتجاه بيت المقدس، ونهيئ شبابنا ومجاهدينا للحرب وللجهاد، وما زلنا على الرباط، ولا نقبل بأي شيء غير ذلك. قد يقول مصالحة، قد يقول أي شيء، ولكن نحن لا نقبل إلا بهذا. وأبشركم بشرى أخرى، فنحن كرد سوريا ما زلنا مستمرون على العهد. تسلط علينا النصيريون، تسلط علينا الشيوعيون والماركسيون، وأذابوا عاداتنا وتقاليدنا وديننا وكذا، ولكن الحمد لله ما زال الخير في علمائنا وفي شبابنا. خرجنا من مكان وأتينا إلى مكان،
وسنستمر بذلك بإذن الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم. جزاك الله خيرا.